السلام عليكم. من الذي يسيطر على الفرقة 22 بابا نوسة؟ ومن الذي يسيطر على مدينة بابا نوسة؟ وأيضا ما هي حقيقة استحداث قائد ثاني وليشة الدعم السريع عبد الرحيم دقلو؟ بالنسبة لمدينة بابا نوسة وقيادة الفرقة 22 تحدثنا أولا في الفيديو، وقلنا إنه ميليشيا الدعم السريع وصلت أو احتلت أو انسحبت القوات المسلحة من الفرقة 22 بابا نوسة واللي هو 89، وميليشيا الدعم السريع متواجدة في المناطق دي. طيب ما هو مصير قائد الفرقة والقوات المسلحة الموجودة داخل يعني مدينة بابا نوسة؟ بالنسبة لقائد الفرقة وقائد ثاني، وبالنسبة للعقيد درموت وكل القيادات الوحدات والفصائل، فدي معلومات سرية بتخص القوات المسلحة عن مناطق تواجدهم. أي معلومات عن استشهاد قائد الفرقة أو درموت دي كلها معلومات مضللة منتشرة في الميديا، فما في زول يا جماعة عنده معلومة أين هؤلاء القادة، لأنه تواجدهم بالقرب من مدينة بابا نوسة وما زالوا بيقاتلوا حتى الآن. فما في زول يا جماعة يحاول ينشر أو حتى يتواصل مع القادات دي ويحاول يجي يأكد للناس بأنهم أحياء أو أموات، فدي معلومات بتخص القوات المسلحة فقط لا غير. فخلاصة الأمر القيادات والقوات اللي انسحبت من داخل الفرقة متواجدة في المناطق إكس بالقرب من مدينة بابا نوسة أو بالقرب من أي مدينة أخرى. القيادات ديل كلهم بيقاتلوا، فدي المعلومات الوحيدة اللي بنقدر نقولها بحقهم. الفرقة واللواء وغيرها من المناطق ميليشيا الدعم السريع محتلة المناطق دي. طيب هل عبد الرحيم دقلو تم استهدافه بمسيرة؟ الكلام ده قلناه زمان في عبد الرحيم دقلو نفسه، وقلناه في قجة، وقلناه في السافنة. معلومات بتطلع بالتزامن مع يعني انه يكون في حدث عبد الرحيم دقلو داير يسحر في كلمة او داير يسحر في منطقة ما، بينشروا معلومة، وللأسف في بعض الصفحات اللي بتدعم القوات المسلحة بتبدأ في تداول الخبر. هتبدأ الخوارزميات بتاعت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تيك توك، انستجرام، ما أعرف فيسبوك، وكل المواقع دي هتبدأ بأنها تقول لك راجع الآن، يعني الاسم بكون ترند. لما نجي ينزل الكلمة بتاعته، الرسالة الداير يرسلها والكلام الداير يقوله أساسا هو بكون اسمه موجود في الترند، فكلامه حيصل لأكبر عدد ممكن. الحكاية بأنه ميليشيا الدعم السريع بتفك إشاعة، والإشاعة دي بيتم يعني تداولها على نطاق واسع، بيتم استخدام شخصيات هم أساسا ما عارفين نفسهم تم استخدامهم من أجل يعني الاسم عبد الرحيم دقلو يكون في الراج الآن. ودي الأسباب اللي بتخليهم إنهم ينشروا كلام زي ده. جماعة عبد الرحيم دقلو وخيره ما في معلومة زي دي، معلومة قائد